لكل زميل محامي ومحامية خلي بالك نوتة الإنابة ممكن تحبسك. حصل وبيحصل معانا كل يوم في الجلسات، يجي زميل أو زميلة ويقول لك ممكن تحضر مكاني، ممكن تحضر قصادي، أنا عايز أقدم المذكرة دي، أنا عايز أقدم حافظة المستندات والتوكيل صادق الإثبات. عايز أقول لك إن أنت بتحط نفسك في مشكلة كبيرة جدا جدا وخطيرة، وممكن تصل إلى الحبس. وللأسف في الفترة الأخيرة تداول مجموعة من القضايا لزملاء محامين تم حبسهم بناء على تقديم مستندات مزورة في حوافظ مستندات في حضور جلسات. نصيحتي ليك وليا ولكل زميل وزميلة في مجال مهنة المحاماة، لا تقبل نوتة الإنابة بهذا الشكل الفوضوي واللي قائم على الصدفة. تقابله في جلسة، تحضر نيابة عنه، تقدم حافظة مستندات تحتوي مستند مزور، هتيجي تسأل عنه بعد كده أمام القضاء في هذه المسألة. الخلاصة، ما تقبلش نوتة الإنابة، اشتغل شغل يليق بمهنة المحاماة، فكلنا أصحاب رسالة في هذه المهنة.